بيبدأ فيلمنا مع بروسلي وهو بيكتب أسلوب القتال المدمر ده، غير إن هو اتمرن على بعض الحركات السرية الخاصة بيه. وبعد كده بتنتقل بينا الأحداث لشينكو، وشينكو يبقى محارب ساموراي ياباني وواحد من أصدقاء بروسلي الأعزاء. وفي يوم من الأيام بروسلي وشينكو كانوا بيتمشوا وبيتكلموا عن الفنون القتالية، ولكن فجأة ظهر شخص وقال لهم إن في شاب أمريكي عاوز يتحدى شينكو في قتال وش الوش. فشينكو قبل التحدي، أما بروسلي فكان قاعد يتفرج عليه، والشاب الأمريكي كان بيتحدى شينكو علشان يثبت إن الملاكمة الأمريكية هي أقوى فن قتالي في العالم. ولكن شينكو مسكوا طحنه، وده لأنه كان بيستخدم فن الأيكيدو الياباني، والفن ده متخصص في القتال من مسافات قريبة، وده ساعد شينكو يتفوق على خصمه